مسلسل بيكي بلاندرز. ومين فينا ما يعرفش المسلسل اللي عمل ضجة وتصدر الترند لفترات طويلة جدا، واحد من اشهر مسلسلات القرن ال21 واللي من وجهة نظري هو الافضل. فتعالوا بينا نتعرف على القصة الحقيقية لهذا المسلسل ومين هم افراد عصابة البيكي بلاندرز اللي الهموا صناع هذا المسلسل. ولكن قبل ما نبدأ ما تبخلش علينا باعجاب على الفيديو وانزل اشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نبدأ حلقة. بتدور الأحداث حوالين العصابة الشهيرة عصابة البيكي بلاندر تحت قيادة زعيمها الأسطوري توماس شيلبي، واللي بتدور أحداثها في شوارع برمنجهام البريطانية خلال عشرينيات القرن الماضي. وشخصيات البيكي بلاندرز اللي حبها الجمهور هي عصابة حقيقية عاشت في القرنين ال19 وال20. بدأ الأمر في نهايات القرن ال19 وقت ما كانت مدينة برمنجهام بتمر بأزمة اقتصادية طاحنة، واللي أدت بشكل طبيعي لانتشار الجريمة في الشوارع. وظهرت العديد من العصابات منها عصابة بيكي بلاندرز وغيرها. كانت بيكي بلاندرز عصابة شوارع مقرها برمنجهام، واللي بدأت عملها من وقت نهاية القرن ال19 وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. من سبعينيات القرن ال19 كانت مدينة برمنجهام غارقة في الفقر الشديد، وده كان بسبب الأحياء اللي كانت مليانة بالسكان. ونتيجة الازدحام الكبير ده انتشرت الجريمة زي النار في الهشيم، والصراعات اللي كانت بتحصل بين الناس واحتياجهم للفلوس أدى لتشكيل عصابات في كل برمنجهام. وكانت كل عصابة بتتميز بشكل معين وستايل معين، وكل العصابات وقتها كانت بتسيطر على شوارع أو مناطق معينة في المدينة. منها عصابات زي عصابة سلاجرز، ودي كانت واحدة من أقوى العصابات اللي كانت موجودة في برمنجهام، وكان زعيمها شخص اسمه جون أدري، وكانوا مشهورين بتعدد أسلحة. لكن اللي كان مميز فيهم هو السلاح الخاص بتاعهم، وهو الحزام المعدني اللي كانوا بيضربوا بيه ضحاياهم لحد ما بيموت أو لحد ما يحصلوا على اللي هم عايزينه. ودي كانت أول وأكبر عصابة في برمنجهام في الوقت ده. بعدها بكام شهر ظهرت على الساحة عصابة البيكي بلاندرز، وتحديدا في نهايات القرن ال19. اسم بيكي بلاندرز هو وصف للأمواس أو الشفرات الحادة اللي كانوا بيحطها في قبعات، واللي شاف المسلسل هيعرف الحركة دي. وده السلاح الأساسي اللي كان بيميز هذه العصابة أو الستايل بتاعهم في الضرب، وده هو معنى كلمة بيكي بلاندرز. لكن الحقيقة إن المؤرخين قالوا إن الكلام ده مبالغ فيه، لأن وقتها كانت أمواس الحلاقة لسه في بداية، فكانت غالية جدا وما كانش بيقدر يمتلكها غير طبقة الأثرياء فقط. وزي ما قلنا إن افراد البيكي بلاندرز كانوا فقراء جدا، لكن فعلا اللي المؤرخين اجتمعوا عليه واللي كانت فعلا العصابه مميزه فيه هي طريقتهم في اللعب، واللي كانوا قاصدين الموضوع ده علشان يظهروا للناس بصوره عكس شخصيتهم المخيفه، وبرضه علشان يتم تمييزهم عن باقي العصابات التانية. كان من ابرز افراد عصابه البيكي بلاندرز هو هاري باولر واللي كان سنه 19 سنه، وارنس بايلز واللي كان برضه عمره 19 سنه، وستيفن ماكهيكي كان عمره 24 سنه، واكبرهم كان اسمه توماس جيلبرت واللي كان عمره 36 سنه. ومن صورهم يبين ان هم شكلهم طفولي جدا ومش بالذكاء والحنكه اللي ظهر في المسلسل، ولكن العمل الدرامي لازم ينضاف له كتير. الحقيقه ان ما تعرفش عن البيكي بلاندرز اي حاجه غير اللي كان متوجه لهم في وثيقه الشرطه وقتها، اللي هو صحيفه اتهام كل واحد من ارشيف شرطه برمنجهام، واللي ما تمتش باي صله للاحداث الواقعه في المسلسل، ولكن زي ما قلنا الحبكه الدراميه. على سبيل المثال فاورلز وبايلز كانوا متورطين في سرقه دراجات هوائيه، اما ماكهيكي فكانت تهمته السطو على متجر. دي جرائم لو قارنتها بالجرائم اللي كانت بتحصل في المسلسل يبان ان هم عصابه غلبانه جدا، لكنهم برضو كانوا اذكياء وكانوا شاطرين في جرائم تانية، واللي كانت مرتبطه بالمراهنات الغير قانونيه على سباقات الخيول وتوفير الحمايه لبعض الافراد مقابل مبالغ ماليه، وكمان حمايه افراد معينه وشغلهم من هجوم العصابات عليه، وده طبعا في مقابل مادي. وفي سنه 1899 عينت الحكومه شخص اسمه تشارلز وامروه بالتخلص من عصابه بيكي بلاند، واللي هو كان قائد الشرطه. ولكن بسبب الفساد اللي كان في جهاز الشرطه ما قدرش تشارلز انه يتقدم خطوه واحده، وكان بعض رجال الشرطه بيتعاملوا اصلا مع افراد العصابه او افراد العصابات. لكن كانت نهايه افراد البيكي بلاندرز على ايد واحد اسمه بيلي، واللي كان اصلا من نفس العصابه، لكنه كان عنده قوه انه يقدر ينسحب عن العصابه ويكون عصابه جديده. يعني كان شخص مهم ومسيطر كده وكلمته مسموعه. وبالفعل انسحب بيلي وكون عصابته الجديده، وقدر انه يسيطر على اراضي العصابه في برمنجهام، وفعلا فضل يطاردهم ويصفيهم واحد ورا التاني. ومع بداية القرن العشرين ومع توسع المدينة بدأت العائلات في انها تبتعد عن مركز المدينة، وده الشيء اللي كان سبب في اختفاء العصابات بشكل تدريجي، وبدأت المساحات توسع وافراد العصابات قل النزاع بينهم. حتى افراد العصابات نفسهم بقوا بيكونوا بيزنس واعمال وبدأوا ينسحبوا او يفككوا العصابات دي تدريجيا، واللي طبعا ما كانش فيه واحد فيهم عايز يبقى ابنه فرد من افراد العصابة، وبدأت العصابات تختفي وتنتهي تدريجيا. البيكي بلاندرز النهارده
النهارده اصبحوا ذكريات وجزء من تاريخ مدينه برمنجهام، وقصه قدر يتلعب فيها المؤلفين علشان يكتبوا او ينتجوا مسلسل البيكي بلاندرز، واللي لعب بطولته كيليان مورفي وتوم هاردي وغيرهم. الخلاصه ان كل شيء كان في المسلسل كان فعلا حقيقي في الوقت ده، والعصابه فعلا كانت موجوده، وحتى الشخصيات برضو كانت موجوده مع تغيير بعض الاسماء والتلاعب فيها. لكن معظم الاحداث اللي في المسلسل من خيال الكتاب وملهاش اي علاقه بالاحداث الحقيقيه، وده طبعا علشان زي ما قلنا الحبكه الدراميه. لحد هنا خلصت حلقتنا، ما تنسوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. شكرا ليكم واشوفكم الحلقه الجايه.